ازيكم؟ طبعا انتوا عارفين لما بعمل وصفه لاول مره الاول بعملها مع نفسي، بعد كده بصورها فيديو. بقول لكم على طريقتها وبقول لكم على الوصفه مظبوط. لكن بقى انا هعمل سلسله من الفيديوهات، هجرب معاكم الوصفه لاول مره واقول لكم رايي في الفيديو اذا كانت هي عجبتني، وهقول لكم تعملوها ولا لا، علشان حرام ما تجربوهاش وبعد كده ما تعجبكمش وترموها بعد كده. لا، الحاجه غاليه جدا، فاحنا عايزين لما نعمل حاجه نكون متاكدين 100% ان الحاجه ديت طالعه معانا مظبوطه. النهارده بقى جايبه تتبيله فراخ، ودي اول مره الصراحه اعملها، بس حاسه ان هي تتبيله مختلفه شويه التتبيلات اللي احنا متعودين عليها، ان احنا بنتبلها مثلا ببصل ني بنقطعه مثلا قطع كبيره او قطع صغيره. يعني اغلبيه التتبيلات بتكون شبه بعض شويه، لكن تتبيلتي النهارده مختلفه، والنهارده هعملها لاول مره واقول لكم رايي بصراحه في نفس الفيديو. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. واول حاجه بقى هنا هنجهزها طاسه على النار و3 معالق كبار من الزيت. بعد كده هنبدأ نضيف نص كيلو من البصل، الفرخة الواحدة بس تاخد نص كيلو من البصل، وهنقطعه حلقة رقيق جدا زي ما انتوا شايفين عشان يدوب كده مع التتبيلة، ولما يجي كده نخرجه من الفرن يكون كده مستوي حلو جدا معانا. هنقلبه لحد لما لون البصل يتغير. بعد كده هنبدأ نضيف يعني فلفلتين كده من الفلفل الرومي، او ممكن كمان لو عندكم فلفل حراق ممكن تضيفوا فلفل حراق او الاتنين مع بعض، بيكون طعمه حلو جدا. هنجيب بقى ملح، فلفل اسود، بابريكا، وشويه بهارات فراخ. هنبدأ نقلب بس تقليبتين. بعد كده هنضيف معلقتين من الصلصة ومعلقة من العسل الأسود، لو ما عندناش عسل أسود ممكن معلقة من دبس الرمان، أي حاجة متوفرة عندكم. هنبدأ بقى كده يعني نقلب الخلطة حلو جدا لحد لما تاخد اللون الحلو انتوا شايفينه دوت. هنهدي بقى النار. بعد كده مثلا هدي النار لمدة دقيقتين، بعد كده هنطفي خالص وهنسيب الخلطة كده تهدى على جنب، عايزينها تبرد تماما. بعد كده بقى نبدأ نضيفها على الفراخ. انا طبعا هنا غسل الفراخ كويس جدا وغسلها بملح وليمون. واهم حاجه يا جماعه في الفراخ عشان نتخلص من الزفاره لازم نصفيها من الميه كويس جدا. هنبدا بقى نجيب الخلطه الحلوه اللي احنا عملناها وهنغلفها كويس جدا بالفراخ. انا بحب اعمل كده فتحات في الفراخ علشان الخلطه تدخل في كل جزء من الفراخ، واتاكد ان هي اتبلت حلو جدا. والحلو بقى في الخلطه ديت او الميزه في الخلطه ديت، لو الفراخ يا جماعه لما نيجي نتبلها الافضل ان احنا نتبلها قبلها بيوم او قبلها مثلا باربع خمس ساعات. لا، الحلو في التتبيله ديت ان احنا ممكن نعملها ونسويها على طول. وبس كده هنحط عليها ربع كوبايه ميه وعلى البوتاجاز من فوق يا دوبك تغلي غلوتين. وهنا بقى نسيبها على البوتاجاز لمده نص ساعه. او بعد كده نطفي عليها النار ونبدا بعد كده ان احنا ندهن الصوص الحلو ده، ندهنه كده على الوش. بعد كده ندخله الفرن. احنا عايزين شويه الميه اللي فيها ديت لان لسه هندخلها الفرن، ونولع هنا بس الشوايه مش هنشغل الفرن عشان احنا عايزين الصوص كده هو حلو ما يتحرقش من تحت، فنشغل هنا بس الشوايه. كده استوت معانا، يعني نسيبها هتلاقوها استوت معاكم حلو جدا. بعد كده هتدخلوها الفرن، هتشغلوا الشوايه هتكمل بقى تسويتها وهتتحمر كده معاكم وفحمايه. بجد بتبقى طعمها يا جماعه خطير، يعني اول مره فعلا اجربها، اول مره فعلا اجرب التتبيله دي، بس عجبتني جدا معاكم. يلا كده هندوقها مع بعض واقول لكم رايي فيها بصراحه. بصوا يا جماعه، هي دايبه اصلا مش مستحمله. بصوا العظمه طلعت منها بكل سهوله. اولا وانا بعمل اساسا التتبيله ريحتها تجنن، يعني وانا التتبيله الحلوه دي بجد طعمها تحفه. لا جربوها، طعمها مختلف عن التتبيله هي العاديه. لما نحط البصل ني طعمها مختلف شويه، يعني عايزين شويه كده تغيير. جربوها واكتبوا لي رايكم في الكومنتات. كده مع الصوص بتاعها كده بجد مع شويه رز او مثلا تغمزوه بشويه عيش، طعمها حلو جدا. طعمها بجد عجبني جدا. لا جربوها. اشوفكم في فيديو جديد وباي باي.